أهلا وسهلا بيكم. النهارده بس هيبقى يعني زي فويس كده إيه هنحكي فيه مع بعض. ومفيش يعني مش هيبقى فيه سلايد أو حاجة، ولو تطرق الموضوع للسلايدز بعد كده ممكن نبقى نعمل الموضوع ده. النهارده هنتكلم عن الايرورز اللي بتحصل أثناء التنفيذ أو أخطاء التصميم. يعني أنا وجهة نظري أنا إن ما في الخطأ ما مش بيبان، أو ده في العموم. يعني ده اللي بيحصل، الخطأ مش بيبان غير في التنفيذ، غير في تنفيذ البروجكت بتاعك أو تنفيذ التصميم بتاعك. طيب إزاي أنت بقى يعني تتفادى الأخطاء ديت وأنت بتصمم وانت بتستخدم اي كاد سوفت وير؟ ازاي تتفادى الاخطاء ديت علشان تبقى الاخطاء ديت قليله قوي؟ كل ما الاخطاء تبقى قليله اثناء التنفيذ طبعا هتساعد في حاجات كتير قوي. طيب، اول حاجه كده عايزين نتفق عليها ان الديزاين ليه كونسيدريشنز كتيره جدا. الديزاين ليه كونسيدريشنز كتيره جدا. عندك الكوست كونسيدريشن، عندك الاسمبلي كونسيدريشنز، عندك المانيفاكتشرنج كونسيدريشن، الماتيريال كونسيدريشن، عندك حاجات متعلقه بالتكاليف كونسيدريشن. يعني بنقول اللي هي اعتبارات. يعني ايه اعتبارات؟ انا عايز اعمل دلوقتي تصميم، واللي احنا بنتكلم هنا يا جماعه عن ديزاين فور مانيفاكتشرنج. انا مش بتكلم عن حاجه، بتكلم عن حاجه هنتصنع. ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل بتحصل في التنفيذ، كان ممكن تتفاداها لو انت خدت بالك منها اثناء التصميم. تمام. والموضوع ده جاي عن خبره، يعني مش كلمتين من كتاب او حاجه. مع ان الاكاديميك والعلم مهم جدا، ولو بنركز وناخد بالنا منه هيبقى حاجه جميله. بس للاسف احنا مش يعني بناخد على دماغنا في الاول. المهم، زي ما بنقول ان الديزاين ليه اعتبارات كتيره جدا. فكل اعتبار من دولت لو انت ركزت فيه وانت بتصمم، ايه هت ايه هت هت الموضوع هيبقى كويس معاك جدا. طيب خلينا يبقى احنا قلنا دلوقتي المين الكونسيدريشنز بتاعت الديزاين: الكوست كونسيدريشن، الاسمبلي كونسيدريشنز، المانيفاكتشرنج كونسيدريشنز. في حاجات متعلقه بالماتيريال، في حاجات متعلقه بالماركتنج، بالكاستمر اللي انت هتبيع له المنتج ده في الاخر. فالديزاينز ليه اعتبارات كتير جدا وقصص كبيره. يعني مش عايزين نوسع القصه عليكم، ولكن انا هكلمكم من الباك جراوند بتاعتي كمهندس تصميم. القصه في اول حاجه وانت بتعمل الكاد فايل بتاعك. اول حاجه وانت بتعمل الكاد فايل بتاعك، حط في دماغك ان ده ديزاين فور مانيفاكتشرنج. دي اول حاجه. يعني ايه ديزاين فور مانيفاكتشرنج؟ يعني ده التصميم ده هيطلع اللي في الاخر للعميل وهيتباع وهنعمل فلوس. لازم تحط النقطه دي في دماغك عشان ما تعملش تصميم واو قوي على الكمبيوتر وتيجي بقى تنفذه نحتاس فيه. لا، انت بتعمل تصميم هيتنفذ هيتباع بكوست. لازم تكون عارف كل القصه ديت وتكون عارف الكاستمر اللي انت هتبيع له، يعني عشان ما تعملش تصميم غالي قوي وهو يروح يجيبه اصلا مستورد بارخص منك. يعني برضو الحاجات ديت مهم. اول حاجه اتاكد جدا انك بترسم كل البارتس بتاعت الديزاين بتاعتك على برنامج زي سوليد وورك او الانفنتور. ديت رقم واحد، ترسم كل البارتس. رقم واحد. رقم اتنين، نزل كل الستاندرد بارتس بتاعتك. كل الستاندرد بارتس بتاعتك نزلها. المسمار بالصامولة تحطه في التصميم. تاني معلش، خدها مني انا: المسمار بالصامولة تحطه في التصميم. هتقولي ده موجود ومش عايز انزله من اللايب. لا، نزله بطوله. يعني مثلا لو مسمار 4 سم، لا هو ينزل طوله 4 سم، ينزل طوله 5 سم. ليه بقى؟ لان ساعات لان ساعات لما بتيجي تنزل تصميم بتلاقي طول المسمار ضرب في بليت ورا. طب ما انت كنت عامل حسابك كده. لا، نزل المسمار، يبقى الستاندرد بارتس تنزل زي ما الكتاب قال وتأكد انها موجوده في السوق. هتنزل جيرز بوشرز نوت، هتنزل اي حاجه تنزل بالستاندرد بتاعتها وتتاكد انها موجوده في السوق. تاني حاجه، لو في موشن مش لو في موشن او انيميشن لازم تعمله على البرنامج وتتاكد ان هو مظبوط 100%. ليه؟ لان ساعات الناس بترسم في السوليد وورك مثلا، او الانفنتور بترسم بالتكنيك اللي هو المالتي بادي بارتس. فمش المالتي بادي بارتس مش هيتيح لك ان انت تعمل انيميت، ان انت تتحرك لو في ميكانيزم مش هتعرف تحركه. فقصتك هنا ان انت لو هتستخدم التكنيك دوت، فان انت تحاول تقسم بقى الاسمبلي بتاعك الى سب اسمبلي، بحيث ان انت توصل في الاخر ان الميكانيزم ده يتحرك وتشوف حركته كامله. الكلام ده يا جماعه تشوف الحركه كامله 100% كامله. دي حاجه. ارجع للنقطه الاولى، النقطه اللي قبل كده ان احنا كنا بنقول الثاندر بورس. يا جماعه لو في يعني مثلا حتى لو في بيستم هيتحط، والبيستم ده انت بيجيبوا لك مورد من بره ستاندر، تجيب الكاد بتاعه من المورد وتحطه. الموتور بالموتور بالتثبيتات بتاعته لو هيتثبت على بليت، تنزل الستاندر بتاعه من الشركه بتاعته وتحطه. النقطه دي مهمه جدا، لان انت ساعات ممكن تجيب تجيب اي موتور وتحطه
وبتفتح لمكانة التثبيت المسامير بتاعته، تيجي تشتريه بقى وتحطه بقى في الريل لايف، تلاقي التثبيته بتاعت التوب بتاعت المسامير مختلفه عن الموديل اللي انت منزله. دي مشكله، فالبليته باظت فهتضطر ترميها وتصنع عندك جديده، فدي تكلفه. قيس بقى على اي حاجه كده. تمام. يبقى احنا قلنا الستاندرد بارس تنزل. الستاندرد بارس تنزل كلها. تاني حاجه نراعي حركه الميكانيزمات والانيميشن. تالت حاجه بعد كده تعمل اسمبلي، يعني ما القصه بقى ايه، انك تعمل اسمبلي، والاسمبلي يكون لامم كل حاجه، ما تقولش الحته دي عندي موجوده، لا ما تكسلش، اعمل اسمبلي كامل جدا جدا جدا. طيب ال- الخطوه اللي بعد كده خطوه متعلقه بالديزاين نفسه. لازم تراعي الستاندرز، بمعنى انت بتختار الستاندرد وتشتغل عليه. لو هنشتغل كلنا مثلا في مصر بنشتغل ايزو، فانت حاجات في كده ستاندرد لازم تراعيها. مثلا في البولت كونكشنز معروف، لو انت هتستخدم ثرو بولت فلازم قطر القطر بتاع الثقب لازم يبقى اكبر 1.5 مللي من الام بتاع المسمار. انت شغال ام 16 فلازم الثقب يبقى 17 ونص. الحاجات دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه، لو انت هتركب بليت على بليت ومسمار هيركب، فانت البليت اللي فوق بتحاول ان هي تبقى سلوت بدل تبقى دايره، عشان تاخد المساحه في الحركه. لان انت لازم تبقى عارف حاجه، ان مفيش حاجه اسمها اكزاكت دايمنشن، انسى الكلام ده. يعني الام 16 سوري، لو حطيت طول بليت 50 في 50 مش هتطلع لك 50 في 50. لازم الاعتبارات دي برضو تاخدها معاك. تمام. القاعده اللي بعد كده اللي هي كنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي نو اكزاكت دايمنشن، مفيش دايمنشن هتاخده اكزاكت، انسى الكلام دوت. مهما كنت ايه، مهما كنت مهما كنت دقه التصنيع بتاعتك، لو عملت عمليتين تصنيعتين على نفس المكنه بنفس العامل بنفس ظروف القطع بنفس الماتيريال اللي بتقطع بيها بنفس ظروف درجه الحراره كل حاجه، مش هيديك الاكزاكت دايمنشن اللي انت عايزه. فانت لازم تعمل حسابات ديت في الموضوع. وعشان كده النقطه اللي بعد كده لازم تراعي الفيت والتوليرانس. الفيت والتورنس بتاعت البورتات ديت لازما تراعيها وتعملها، ما تكسلش. ما تقولش انا هقولها للفني على المكنه، لا. الشغل لازم كله يبقى دوكيومنتد ويبقى معمول صح، عشان بعد كده بنلبس. الحاجه اللي بعد كده تاخد بالك من اللحامات. تاخد بالك من اللحامات واماكنها، وتقرا شويه في موضوع اللحامات والسامبلز بتاعته، ان انت لو هتلحم بليت على بليت ايه القصه اللي بيحصل، ايه الجابز اللي ممكن تتساب. ديت حاجه. تاخد بالك بقى بعد كده من الاعتبارات الحاجات التانية زي إيه؟ يعني مثلًا زي ما قُلت لك بنركّب الstandard boards والحاجات ديّة. لو في بليت مثلًا هتبات على بليت، أو في بليت جنب بليت، تعمل حساب الدهانات. يعني ساعات أنت برضه مثلًا بتبقى عامل الclearance بتاعتك بين حاجة هتتحرك وحاجة هتتحرك 2 مللي، 3 مللي. بتيجي بعد كده بتلاقي اللحام ما فيش أصلًا، البليتتين قفلوا على بعض. ليه؟ لإن تعمل اعتبارات كتيرة زي ما قُلت لك. اعتبارات اللحام. تاني حاجة بعد كده اعتبارات الاكسسوارز اللي هتركب في الاخر، دي لازم برضو تعمل لها اعتبارات وتحطها في التصميم، وتشوفها بالتثبيتات بالاماكن الصح بتاعتها. طيب انت عملت كل ده بقى الكلام دوت، وعملت الاسمبلي بتاعك والدنيا تمام، وراعيت الفيت والتولرنس، وراعيت الكوست والدنيا دي كلها. تبدأ بقى تسأل على الأسعار. تبدأ تسأل على الأسعار وتبدأ من الستاندرد بارس بتاعتك. أول حاجة تتأكد إن الستاندرد بارس بتاعتك موجودة، إن الماتيريال اللي أنت مستخدمها بالبليتس بالثيكنس بالتخانات دي موجودة في السوق قبل ما تبدأ تصنع أي حاجة في الكوكب. تبدأ ترن على الموردين والمصنعين: يا جماعة أنا عايز أصنع كذا كذا، عندكم باليتات كذا، الكلام كذا الكلام كذا. لحد ما تبدأ هتلاقي شوية مشاكل في باليتات، هتلاقي سمكتها لو أنت بتشتغل في حديد سمكته كبيرة 20 مللي 16 مللي، في جريد مثلا ستيل 52 او اي حاجه من الجريد بتاعت الستيل، هتلاقي فيها نقص. طب نجيبها منين؟ مش عارف ايه الكلام دوت، لحد ايه ما تضطر او تستقر على الاماكن اللي انت هتصنع عندها وتجيب من عندها الخامات. الحاجه اللي بعد كده اللي ساندر بارس تلاقيها موجوده، تتشرش عليها وتشوفها موجوده ولا لا. المسامير بالاطوال برضه بالستاندرز اللي انت حاططها لازما تلاقيها موجوده. عملنا كده نطلع بقى نتكل على الله بقى ونطلع فنادق التصنيع. فنادق التصنيع ما تعتمدش على الفني على المكنه يجمع ابعاد. بعد اذنك انا عارف ان الكلام ده انك تقعد تحط الابعاد كلها وهو يجمع ويستنتج، الكلام ده احنا كلنا اتربينا عليه في الكليات. ما تجمع ما تتكلش على الفني ان هو يجمع ابعاد. لا، اعمل له انت اللوحه كانه بص حد سوري يعني احترامنا لكل الناس، كانه حد بياخد ابتدائيه ولسه اول مره يقرا لوحه. حاول دايما تعمل اللوحه او الشغل بتاعك على اساس كده، عشان ما يجيش مثلا في اثناء الاستلام يقول لك اصل انا جمعت غلط فعملت لك القطر ده بدل كذا كذا. طب ليه؟ ديت حاجه. اللوحات عندنا نوع من اللوحات. في لوحات تنفيذيه اللي هي مثلا اللي هي بتروح للخراطه والكلام دوت، وفي لوحات اللي هي بتاعه التنفيذ اللي هي التنفيذيه اللي هي بقى هتديها بقى للناس اللي في المصنع تجمعوا الحاجه. فرقهم عن بعض.
تمام، يعني حفظ الملفات برضه دي حاجة مهمة، غير الملفات برضه اللي بتروح للليزر، فأنت حاول تضبّط حفظ الملفات ده عندك، ما تبقاش الدنيا داخلة ببعضها، يعني ما تحفظش ملفات الليزر مع ملفات التنفيذ مع ملفات ال مع لوحات الshop drawing اللي هتروح هنا، لأ، تحفظ كل حاجة في ملف لوحده، وتكون منظّم تمام، وتدّي اللوحات بتاعة كل حد تعرف إمتى اتسلّمت وإمتى تبقى كل حاجة معاك documented عشان لو حصل خطأ كبير بعد كده في الassembly تبقى نعرف مين اللي غلطان ونعرف مين اللي حاسبه، سواء الراجل اللي صنّع عنده مثلًا كام حاجة غلط، فلأ تعالَ اللوحات أهيّة إحنا ادينا لك لوحات، واللوحات ديّة طالعة من من مكتب التصنيع عندنا وأنت ما التزمتش بيها، فتعرف تحاسبه، تعرف تخصم له. كذلك الراجل بتاعة الليزر الحاجات والأعداد يعني الحاجات والأعداد تروح وتتبعت صح، وتتأكد إن أنت كل فايل عايز منه كام قطعة، يعني كل حتة عندك في التصميم ده عايز منها كام قطعة، وتفهمه على طريقة الحفظ بتاعتك، لو في حاجات فيها تناية تعرفه إن دي تناية وخط التانية فين، الحاجات دي كلها إيه بالإيه بالخبرة والexperience بتيجي، بس تكون منظم، كل ما تكون منظم في الشغل صدقني بترتاح بعد كده وبتريح كل الناس اللي معاك. تاني بافكّرك يا ريت كل حاجة تبقى documented ديّة نصيحة الفيديو ده، حاول دايمًا تبعت كل حاجة تبقى documented كل حاجة تبقى منظّمة على الكمبيوتر بتاعك، عشان بعد كده في حاجة خطأ حصل يبقى لأ، تعالوا أنا باعت اللوحات بتاعتي أهيّة مضبوطة سليمة، يبقى الخطأ أنت مش عندك أنت، يعني حاول دايمًا إن أنت إيه، ما تخطأش وتراعي كل الحاجات الconsiderations اللي قُلنا عليها. بس كده، ديّة كانت محاضرة كده دردشة آخر الليل بقى وبتاع، فإن شاء الله إيه، لو في حاجة بقى قابلتنا كده وdesigns ينفع إن إحنا نقول لكم عليها، نبقى نقول لكم. حاجة أخيرة برضه وأنت بتعمل simulation لو أنت بتعمل simulation أو بتtest على حاجة في الAnsys أو أي حاجة ومعاكش أي حاجة إن أنت تvalidate بيها، يا ريت إيه ما تتكلش على الموضوع ده إلا أمّا تvalidate دي رقم 1 سواء بحسبة hand calculation أو حاجة أو بحسبة موجودة، دي رقم 1. رقم 2 الsimulation هيساعدك إن أنت إيه، لو معاكش حاجة تvalidate بيها أو أي حاجة تvalidate بيها، فأنت الsimulation هيدّيك indication. الsimulation في الحاجات دي أنت ممكن تاخد منه indication إن الكلام ده صح غلط، الكلام ده إيه اللي ممكن إيه يحصل، فأنت ممكن تعتمد طبعًا لازم تعتمد على موضوع الsimulation والحسابات بيسهّل الدنيا شوية. بس كده كانت فيديو ظريف سريع، إن شاء الله إيه لو في ديزاينات بعد كده نقدر وصور إن إحنا نعرضها في أخطاء التصميم والتصنيع نبقى إيه نوريها لكم. أشوفكم على خير، سلام عليكم.